النظري الثقافة الفنية سنة تانية إعدادي، اللي هو سؤال صح وإيه صح وغلط. يقول لك من عناصر الفن الإسلامي الخزف فقط. طبعا العبارة غلط، لأنه الخزف والنسيج والمعادن والحفر والكلام ده كله. عارف الفنان الإسلامي الخزف ذو البريق المعدني؟ طبعا العبارة دي صحيحة زي ما قلنا من شوية. أبدع الفنان الإسلامي في فن العمارة خاصة عمارة القصور؟ طبعا العبارة غلط، لأن عمارة المساجد. يعد الصحن والمحراب أهم ما أبدع فيه الفنان المسلم في المسجد؟ طبعا العبارة دي صحيحة، وقلت لكم إن الصحن والمحراب بتوع المسجد هم أهم حاجة الفنان المسلم أبدعهم، لأنهم كانوا بيحتاجوا لمهارات خاصة في تصميمهم. من أمثلة فن العمارة الأزهر الشريف وقلعة محمد علي. طبعا دي من الأمثلة اللي الكتاب جايبها لنا على فن تقدم فن العمارة: الأزهر الشريف وقلعة محمد علي وجامع الأمير أحمد بن طولون. فن العمارة هو أي بناء ضخم فيه إبداع وابتكار، وده كلام مظبوط، إن عشان يبقى فيه فن عمارة لازم يبقى فيه إبداع وابتكار. هو مش أي بناء ضخم أقول فن عمارة، لأ، لازم يكون فيه إبداع وابتكار. عدد شبابيك جامع أحمد بن طولون 127 شباك؟ لا، العبارة دي طبعا غلط، هي 128 شباك. بني القائد جوهر الصقلي جامع وقلعة محمد علي؟ طبعا العبارة دي خاطئة، لأن قائد جوهر الصقلي بنى جامع الأزهر الشريف. يعتبر جامع أحمد بن طولون من أكبر مساجد مصر من حيث المساحة، ودي طبعا العبارة دي عبارة صحيحة جدا. توجد قلعة محمد علي في مكان قلعة صلاح الدين القديمة؟ طبعا العبارة دي مظبوطة. من أعظم التحف الخشبية المحاريب الثلاثة؟ فعلا من أعظم التحف الخشبية المحاريب الثلاثة المحفوظة في متحف الفن الإسلامي. المحراب الأول يوجد في جامع السيدة نفيسة؟ طبعا العبارة دي غلط، لأن المحراب الأول يوجد في جامع الأزهر الشريف. سمي جامع الأزهر الشريف بهذا الاسم نسبة إلى فاطمة الزهراء بنت الرسول صلى الله عليه وسلم؟ طبعا الإجابة دي مظبوطة جدا. جدران جامع أحمد بن طولون بالرخام الأبستر؟ طبعا العبارة دي غلط، جامع وقلعة محمد علي هي اللي مكسية من الداخل بالرخام الأبستر. المحراب الثاني يوجد في جامع السيدة نفيسة؟ طبعا العبارة دي غلط جدا. من أعظم التحف الخشبية عمايد السلطان قلاوون، ودي طبعا عبارة مظبوطة. استخدام الفنان الإسلامي زخارف نباتية فقط؟ طبعا العبارة دي غلط، لأنه استخدم زخارف نباتية وحيوانية وهندسية ونباتية. من أشهر المنتجات الحرارية كسوة الكعبة، ودي عبارة صحيحة. انتشرت صناعة النسيج في العصر الفاطمي فقط؟ طبعا العبارة دي غلط، لأنها انتشرت في كل عصور الفن العصر الإسلامي. الحفر على الخشب من العمليات التي تستخدم على الخشب؟ طبعا العبارة دي صحيحة. الحفر والنقش والتطعيم والزخرفة كل دي عمليات بتستخدم على الخشب. استخدام الفنان الإسلامي المعادن في عمل السلوج والسيوف؟ طبعا ودي من أهم استخدامات الأخشاب، من أهم استخدامات المعادن في العصر الإسلامي. يرمز للبرور إلى النقاء الروحي؟ طبعا العبارة دي مظبوطة. لم تقدم صناعة البرور والزجاج؟ طبعا العبارة دي غلط، لأنها تقدمت في العصر الإسلامي جدا. يعد جامع الأزهر الشريف من أقدم مساجد مصر، ودي عبارة صحيحة. يعد المحراب والصحن والقبة من أهم مظاهر تقدم فن العمارة؟ طبعا دي عبارة برضو مظبوطة. العمارة الإسلامية تظهر في المساجد والقلاع الضخمة في مصر؟ طبعا العبارة دي برضو صحيحة. من عناصر الفن الإسلامي النسيج والمعادن فقط؟ طبعا العبارة دي خاطئة. يعتبر العصر الفاطمي من أزهى عصور الدولة الإسلامية في الفن؟ صح، لأن كل عناصر الفن الإسلامي تقدمت في العصر الفاطمي. عرف الفنان الإسلامي تذهيب المصاحف بالفضة؟ طبعا العبارة دي غلط، لأنه عرف تصحيب المصاحف بالذهب. يتميز السجاد الإسلامي بجودة التصنيع وبراعة التنفيذ، ودي عبارة مظبوطة جدا، وتميزت في العصر الفاطمي بالتحديد. اللون البرتقالي ينتج من خلط لونين أساسيين، طبعا وهما اللون الأصفر واللون الأحمر. الألوان الثانوية هي نتيجة خلط لونين أساسيين؟ طبعا العبارة دي برضو صحيحة. يستخدم لتلوين المعادن مادة تعرف بالمينا؟ طبعا الإجابة دي برضو إجابة مظبوطة وصحيحة. التكوين الهرمي لا يعطي للمشاهد الاستقرار والرسوخ؟ طبعا العبارة دي خاطئة، لأن فعلا التكوين الهرمي يعطي للمشاهد الاستقرار والرسوخ والسكينة. من أشهر الخطوط العربية خط النسخ وخط الرقعة؟ طبعا مظبوط. آخر سؤال عندنا في صح وغلط: الطرق والتقبيب من طرق تشكيل المعادن، ودي عبارة مظبوطة. كده يبقى احنا خلصنا الجزء النظري أو جزء الثقافة الفنية اللي هيجيلنا في الامتحان.
الأسئلة ديت عايزك تحفظها جدا وتعرفها قبل الامتحان، وإن شاء الله مش هتطلع منها أي سؤال هيجيلك في الجزء بتاع الثقافة اللي إيه؟ الثقافة الفنية. يبقى إحنا كده خدنا أول سؤال أو عندنا اللي هو سؤال الثقافة الفنية. طيب تاني سؤال عندنا في الامتحان بيجينا اللي هو التعبير الفني، اللي هو الرسم، اللي إحنا أغلبيتنا ما بنعرفش نرسم. عشان كده علمتك حاجات على مستوى على مدار الترم تخلي رسمك الوحش حلو. ايه هي الحاجات ديت؟ علمتك 4 حاجات. اول حاجة لازم تعمل اطار، لازم ترسم، لازم تبشر، لازم تحدد. 4 حاجات بيخلوا رسمك الوحش حلو. احنا كلنا رسمنا وحش وكلنا بنعرفش نرسم، اوكي، بس في حاجات احنا ممكن نتعلمها نخلي رسمنا الوحش حلو. زي ايه؟ اول حاجة علمتها لك انك لازم تعمل الاطار. يبقى اي رسمة لازم تعمل اطار. طب الاطار بيتعمل ازاي؟ بالمسطرة يا استاذ. احط الصفر هنا، وصفر 1 2 سم ونقطة، وصفر 2 سم ونقطة، واوصل اعمل ده، وهنا وهنا اعمل الاطار. اي موضوع بتعمله في كراسة الرسم لازم يتعمل اطار. اي موضوع هتعمله في ورقة الامتحان في ال3 مواضيع اللي انت هتعملهم لازم يتعمل اطار. طب الاطار ده وظيفته ايه؟ الاطار ده وظيفته انه بيقسم لي الصفحة لجزء بره وجزء جوه. بعد كده بدي هنا لون بشر وبدي هنا لون بشر، يبقى انا بعمل عملية زيادة للالوان وبعمل خلفية للرسم بتاعي، فبيدي منظر جمالي احسن غير ان انت ترسم في قلب الصفحة كلها كده. طيب موضوع التعبير الفني عايزك تاخد بالك منه في شوية حاجات. ايه هي؟ لما بيجي لك موضوع التعبير الفني في الامتحان انت بتجري على كلمة المطلوب كذا كذا كذا، لا. هنا بيقول لك المطلوب عبر بالرسم عن مجموعة من الاشجار المختلفة. انت تجري على السؤال ده، على المطلوب، وتسأل ايه وتقرا؟ لا، انا عايزك تقرا الكلام اللي فوق. هتلاقيني جايب لك الكلام اللي الحاجات اللي انا عايزك ترسمها هنا، جايبها لك هنا في قلب السؤال. فما تروحش على المطلوب بس، لا، انا عايزك تقرا بدليل. هنا يقول لك ايه؟ تعتبر مصر من اغلى بلدان العالم من حباها الله بنعم كثيره وثروات طبيعيه، وتربه خصبه ينمو فيها جميع الاشجار باختلاف اشكالها وانواعها وتنوعها. تلك الاشجار من اشجار مثمره واشجار زينه. عبر بالرسم عن الايه؟ عن الاشجار. هتلاقيني جايب لك هنا في كل السؤال الحاجات اللي انا عايزك ترسم، اللي هي الايه؟ الاشجار باختلاف ايه؟ اشكالها والوانها. يبقى انت هترسم اشجار مختلفة الشكل ومختلفة الايه؟ الالوان، وتبدأ ترسم. فانا عايزك تقرا السؤال، هتلاقيني جايب لك الحاجات اللي انا عايزك ترسمها هنا في الجزء ده، ما تروحش على طول على المطلوب. تمام؟ ده بالنسبة للسؤال الايه؟ للسؤال النظري. وهتبدأ ترسم وتلون بطرق التلوين اللي احنا اتعلمناها، وتظبط رسمك وتعدل دنيتك على قد ما تقدر، وتدخل طرق التلوين اللي احنا اتعلمناها ديت، لان هي هتخلي رسمك الوحش حلو. وبعد ما تخلص الرسم هتبدأ تبشر بره بلون وجوه بايه؟ بلون. هيطلع لك الشكل زي مثلا موضوع البيئة الزراعية اللي زميلكم عامله في كراسته بالشكل ايه؟ بالشكل ده. واضح؟ تبدأ تظبط حالك وتظبط دنيتك، لأن الموضوع ده مهم جدا وعليه أعلى درجة. يبقى احنا كده خدنا موضوع التعبير الفني، وخدنا موضوع التصميم الايه؟ الابتكاري. وهناخد بقى دلوقتي وخدنا موضوع النظري، هناخد بقى موضوع التصميم الابتكاري اللي هو الخط الهندسي. الخط الهندسي زي برضو هنا هوريك شغله، وانتوا اكيد عارفين الكلام ده وشغالونه طول السنة. الخط الهندسي اللي هو زي ده. في التصميم الابتكاري لازم يجي يقول لك اكتب، لازم يجي يقول لك اكتب كلمة او 2. طيب هنا بيقول لك كلمة مصر، انت هتكتب كلمة مصر كده. طب لما اجي الون كلمة مصر دي هتلونها ازاي؟ دي ملهاش مجال ان انت تمسك قلم التلوين وتمشي عليها بالمنظر ده. طب هل كده هيبقى شكلها حلو؟ لا. ففي طريقة بنعلمها لك او اتعلمناها من سنة اولى اعدادي، طريقة الخط الهندسي، ان انا اكتب الكلمة بخط هندسي. يعني إيه بخط هندسي؟ يعني باستخدام المسطرة. كل خط بشده باستخدام المسطرة. اي كلمة في اللغة العربية بتتكون من حروف، واي حرف ممكن اكتبه بخط هندسي. اذا اي كلمة ممكن اكتبها بخط هندسي. دي كلمة مصر الخير. طبعا شايفين شكلها وشايفين الالوان اللي فيها وشايفين هي معمولة ازاي، والنسب اللي هي معمولة بيها هتلاقيها كلها نسب هندسية. بمعنى الحرف قد جسم الكلمة، والحروف قد بعضها، والالف واقف، والخاء مناسبة لجسم الكلمة. دي كلها بتبقى بنسب احنا واخدينها طول على هيئة دروس وحروف واخدينها مع بعض عشان نوصل للمرحلة دي. لو لاحظت ان برضو انا عامل الايه؟ الاطار بتاعي. عامل الاطار ومقسم صفحتي لكلمة فوق وكلمة تحت. طبعا انتوا عارفين ازاي اقسم الصفحة، واكتب كلمة الاولانية واكتب الكلمة التانية،
وابدا ادخل طرق التلوين اللي احنا اتعلمناها في الكلمه، تطلع الكلمه بالشكل ده، وابشر بره بلون وجوه بلون زي ما انتم شايفين كده. دي كلمه مصر الخير. شايفين طرق التلوين وجمال طرق التلوين والبشر وجمال الايه البشر. زميلتكم هنا برضو هنا عامله كلمه رمضان ايه كريم. اي كلمه موجوده ممكن اكتبها بخط هندسي، حرف الراء، حرف الميم، حرف الضاد، حرف الالف، حرف النون، حرف الكاف، الراء، الياء، والميم اخر الكلام. وبرضو الاطار مشترك معانا في كل حاجه، والبشر بره وجوه مشترك برضو معانا في كل حاجه. هنا كلمه برضو سبحان الله بخط هندسي. كل اللي انتوا شايفينه تكرار ده شغل انت متعلمه، اللي هو الخط الهندسي والاطار والبشر بره وجوه. شايفين لما بتنظم صفحتك وتلون فيها الوان بتبقى شكلها حلو ازاي؟ في قاعدة في التربية الفنية بتقول كل ما الشكل زاد الوانه زاد جماله. كل ما الشكل زاد الوانه زاد جماله. حاول تمشي بالقاعدة ديت. يعني ايه؟ يعني كل الشكل ما خد الوان ياما، او المساحة اللي قدامك خدت الوان ياما، كل ما بقى شكلها احسن. وادي كلمة سبحان الله. طرق التلوين بتتيح للموضوع ده، مخلية كل الكلمة مليانة ألوان. البشر والإطار عامل لي الموضوع ده، مخليني لون هنا ولون هنا بدل ما تبقى كلها لون واحد. كل ده عايزك تاخد بالك منه في الخط الايه الهندسي، وانت عارفه، بس انا بحاول ايه افكرك بيه تاني واعلمك ازاي تكتب بخط هندسي. وطبعا انت متعلم الكلام ده مش من سنه اولى اعدادي، لا ده انت انا معايا من سنه رابعه لغايه لما بتوصل لمرحله اتقان الخط الهندسي زي ما انتم شايفينه بالمنظر ده كده. ده بالنسبه للخط الايه الهندسي. اما بالنسبه بقى للسؤال الجديد عندنا خالص اللي هو السؤال اسمه التصميم التذوق الايه التذوق الفني. التذوق الفني ده عباره عن ايه؟ عندنا نازل لنا حاجات جديده السنه دي. هيجيب لك صوره زي مثلا الصوره دي كده، دي صوره، وخلي بالكم من الحته دي كويس جدا. دي صوره جامع وقلعه محمد علي اهي بالمنظر ده كده. يجي يقول لك الصوره التي امامك هي عباره عن ايه؟ الازهر الشريف ولا جامع وقلعه محمد علي ولا الجامع حنو طولون؟ لا، هتقول له هو جامع الازهر الايه الجامع اسف وقلعه محمد ايه علي. بيجي يقول لك هنا برضو ايه؟ ارسم بقلمك الرصاص فقط في مساحه كذا احدى المعالم الرموز السياحية. ممكن ترسم نفس الرسمة ديت، او ترسم الاهرامات، او ترسم اي حاجة باستخدام القلم الايه الرصاص، بس مش اي قلم رصاص. لو بصيت هنا هتلاقي هنا في حاجة اسمها 2B. 2B انت ما بتروح تشتري قلم رصاص بيقول لك هات لي قلم رصاص فبتدوا له قلم رصاص كده، لا، في قلم رصاص اسمها 2B و3B و4B لغايه ما توصل ل 10B. طب الرقم ده يعني ايه؟ يعني سمك عمود الرصاص كل ما البي ده اهو زاد، كل ما سمك عمود الرصاص ده تخن، كل ما نزل لك رصاص اكتر، كل ما باين لك وعامل ظل ونور اكتر، كل ما حسن خطك اكتر. عشان كده انا بنصح اي طفل في المرحله الاولانيه في تعليمه ان هو يستخدم الاقلام ديت، لانه القلم ده بيعمل الخط جميل جدا، وبيبدا الخط بتاعه بيبقى ظاهر وايه وواضح. وده القلم اللي احنا بنستخدمه في الظل والايه والنور. 2B او 3B تدريج زي ما انتم شايفينه بالقلم ده موجود في الاسواق، بس لازم تخش تدور عليه شويه في قلب المحل عشان تعرف ايه تعرف تطلعه. السؤال ده هتبدأ تعمله بالظل والايه والنور لو طلب منك ان انت ترسم رسمة او تنقل الرسمة دي في كراستك. كذا في كمان رسمتين عايزك تاخد بالك منهم جدا، اللي هي رسمة الزخارف الهندسية ديت. ممكن يقول لك شكل رقم كذا يمثل زخارف نقط، يبقى شكل رقم ألف يمثل الزخارف الايه الإسلامية. شكل رقم نقط يمثل الزخارف الفني الشعبي اللي هو الكف. خلي بالك من الرسمتين دول كويس جدا، لأنه ممكن يقول لك في الامتحان الرسمة ديت الزخارف بتعبر عن الزخارف الإسلامية. طب الزخارف ديت بتعبر عن الزخارف الفني الإيه؟ عن الزخارف الفني الإيه؟ الشعبي. تاني رسمة عايزك تخلي بالك منها برضو، اللي هي الرسمة بتاعت، يبقى احنا خدنا الرسمة ديت والرسمة ديت خلاص، والرسمة ايه دي برضو الرسمة دي نفس الوضع اهو، بتاعت الايه بتاعت الفن الشعبي اللي هي الكف، وبتاعة الفن الايه الاسلامي الزخارف الفني الايه الاسلامي. هم عندك 3 رسمات عايزك تاخد بالك منهم كويس جدا، اللي هي زخارف الفن الاسلامي وزخارف الفن الشعبي، والرسمة بتاعة جامع وقلعة محمد علي. وان شاء الله مش هيطلع لك منهم رسمة في الامتحان في السؤال بتاع التذوق التذوق الفني. لو قال لك انقل هتنقل، لو قال لك
لون بالقلم الرصاص وظل ونور، هتلون بالقلم الرصاص وظل ونور زي ما يطلب منك اعمل، بس غالبا كل حاجة هيطلبها منك انت واخدها على مدار الايه، على مدار الترم ان شاء الله. وده بنسبة كبيرة جدا اللي ممكن يجيلك في الايه، في الامتحان. وعايز الناس كلها تاخد بالها ايه من مواضيع معينة. خلي بالك من مواضيع اعياد الميلاد، خلي بالك من الكلمات اللي هي مرتبطة باعياد الميلاد، خلي بالك من التذوق الفني المرتبط باعياد الايه، باعياد الميلاد. وخلي بالك من الاشغال القص واللزق المرتبطة باعياد الايه، باعياد الميلاد. لان احنا حاليا في ايه، في اعياد الميلاد. كل سنة وانتم طيبين. يا رب اكون كنت النهارده وفقت في ان انا اشرح لكم جزء معين من الامتحان. وانا كده عملت لك حوالي 3 اسئله في الامتحان النهارده، شرحت لك 3 اسئله في الامتحان. الناس كلها تحاول تركز جدا في الكلام اللي انا قلته، وخصوصا في سؤال التذوق الفني بتاع الايه، الصور. 3 صور اكيد جاي لك، واحده منهم او 2 منهم في الامتحان. والسؤال الثقافه الفنيه ان انا جبته لك. الاسئله النظري دي كلها اسئله مش هيطلع منها المجموعه بتاعت الايه، الامتحان. حاجة أخيرة عايزك تخلي بالك منها في الامتحان، عايزك تظبط حالك وتظبط ورقتك وتعدل شغلك، وتأكد إن كل حاجة جايلك في الامتحان أنت واخدها قبل كده. وخلي بالك إن المادة صحيح مادة ما بتنضافش المجموع، لكن الناس كلها بتسقط فيها. ليه؟ أنا مسلمك 3 ورقات، أنا مسلمك كراسة فيها 3 ورقات مفروض ترسم فيهم. طب أنت مسلمهم لي 3 ورقات فاضيين، طب أنت عايزني أديك إيه؟ طبعا هديك هنا 0 0 0. المجموع هنا بتلاقي نفسك نازل في مادة التربية الايه، التربية الفنية. المادة سهلة جدا وشيقة جدا، بس لازم تحبها. وعشان تحبها لازم تتعلمها، وعشان تتعلمها لازم تعرف كل حاجة فيها بالظبط. ومن خلال معرفتك بقى هتلاقي حس ان المادة سهلة جدا عليك، وان شاء الله تبقى مظبوطة. لان اهم حاجة عندنا تالتة اعدادي، فانا بعلمك وفي اولى وتانية، وبهيئك ان انت تبقى كويس في تالتة اعدادي. لان تالتة اعدادي لا فيها اعمال سنة ولا حاجة، انت ورسمك ودرجتك. اتمنى ان اكون النهارده قد وفقت في كلامي، واتمنى لكم كل التوفيق والايه، والنجاح. وشدوا حيلكم ان شاء الله يوم السبت الجاي، واراكم على خير ان شاء الله في الترم التاني.